سلام حبيباتي، باش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. جيتكم حبيباتي بفيديو جديد، فيديو ما بعد العيد. جيت حبيباتي نشارك معكم روتيني واش درت فيه. ان شاء الله حبيباتي يعجبكم الفيديو، تبعوه للاخر ان شاء الله راح تستفادوا منه. وقبل لك نبداو ما نساوش نصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بديت بقهوه تاعي حليب هكا باه نفطن شويه ونبدا باذن الله. وجيت لهنا للصالون، حبيت نحي لي غارنيتور اللي جبت في العيد. بديت اول حاجه بهذا السيرفيس تاع الجي، كنت غسلته نشفته ورجعته هكا لبلاصتو. سينو راح يكسروه لي الولاد بسلامه تمام يقعدوا في الصالون. سورتو السخانه، الكليماتيزور في الصالون والتلفزيون في الصالون. وعندي كليماتيزور واحد وتلفزيون واحد يسمى تحتم عليهم يقعدوا في الصالون. على بها قلت على الاقل راح نخبي حويجاتي اللي كنت شريتهم على قلبي، يعني ما حباش يتكسروا لي. هكا نهار رابع عيد قلت راح نرجع كل حاجه لبلاصتها. بديت بهادو لي غارنيتور اللي جبت، هادو عفوا السيرفيس تاع الجي وتاع لاتاي. كنت غسلتهم مليح، شللتهم ونشفتهم ورجعتهم هكا لبلاصتهم. قلت باه نبدا يعني الحق كنت حنحيهم من نهار ثالث عيد، ومن بعد قلت ما عارف بالك يجيك كش ضيف ولا، خليتهم حتى للرابع قلت ونهزهم. والزربيه تاني كنت حطيتها في العيد الصغير، الحق نهار تاني عيد نحيتها نفضتها وخبيتها. قلت بربي ان شاء الله في العيد الكبير رايحه نغسلها باذن الله، على خاطر الزربيه جايه في البلون هي والله ما وسخت بزاف، بصح ما يعطينيش خاطري اني نخبيها هكاك. على بها قلت نغسلها مادامها السخانه راح تنشف ليه ونخبيها في بلاصتها. ولهنا ولي كما خبيت لي غارنيتور تاعي. كنت شاركتكم حبيباتي من قبل المابيل تيلي تاعي، كاين بزاف اللي سقساوني عليه وجاوبتهم في التعليقات الحق، ودرت ثاني فيديو جاوبتكم عليه. اللي حبت يعني تستفسر ترجع الفيديوهات القدم رايحه تلقى الاجابات. لهنا جبت شويه بيكربونات. بديت اول حاجه بليطاش اللي كاين فيها، سيحوا لي شويه عليها لا كريم. نحيت هذوك ليطاش بهذاك مزيل البقع، الحق الله يبارك هايل، يعني دقيقات نحاول لي هذوك البقع تاع لا كريم. وجبت البنات شامبوا، حطيتها في الماء كما شفتوني ورغونتها مليح وباه سيحتها فوق الزربيه هكا ما تيبسليش الزربيه تاعي تبقى لي طريه. وهذا الفروطوار كنت غسلته مليح ونحيت له هذاك تاع الداخل تاعو، هذاك المطاطي اللي يجبد الفروطوار خليته هكا فارغ. الله يبارك يجبد لي هذاك الصابون كامل. ورجعتها البنات تشعل بصح درت فيضان في الدار الحق ولا غير حتى خفت. قلت حطيت الماء بزاف وماشي مليح، صوتك تكوني ساكنه هكا في الباطمه. قلت لهم البنات يكون جينا في الخارج رايحين يسجنونا نورمال، مي حنا هكا نحبوا نعوموا الدنيا. وخفت هكا نبعتها لافاج وما شغل تبان لي ما يغسلوهاش مليح، ما بيش علاه والف نغسلها وحدي. والحق عندي هذوك الزرابه خفاف نحطهم في الماشينه، غير هذه اللي تجي شويه ثقيله قلت لازمني نغسلها مانيش نجبدها دائما ونخبيها نظيفه خير. وبعد ما كملت حاجه باينه زدت غسلت حكيت الصالو تاعي مليح وكملت بالكولوار ولي شامبو الاخرين. يعني رجعت الله يبارك الدنيا تشعل وبردتها كامل هكا باه الحق من العيد كنت نشف برك. وقلت بربي ان شاء الله رايحه نعاود نسيقها هكا تسيقه مليحه. سورتو الله يبارك النهار هذا كان يعني سخانه الصح. وبعد ما كملت خرجت الماء هذا كامل، جيت نشفت يعني لازم نشف باه تبقى الدنيا تبري. درت شويه لهنا صانيبو هذاك الابيض ما شاء الله ريحته تبل، ونشفت الصالو تاعي كامل. وهاوليكم الله يبارك كيفاه خرج. هذوك الديكورات اللي فوق الطابله من بعد زدت نحيتهم هكا تعرفوا الاولاد بسلامتهم يلعبوا لي تما نخاف يكسروا لي شي حاجه. وبعد ما كملت شعلت الكليماتيزور البروده، يعني الله يبارك الحمد لله يعني اللي كاين الكليماتيزور كامل نهربوا ليه للصالو ونقعدوا متجمعين لتما كي تجيني هذيك السخانه اللي بزاف. وهنا بعد ما كملت الصالو تاعي رجعت يشعل الله يبارك. الطابله خليتها منا قلت حتى ينشف مليح ونعاود نحطها في بلاصتها. الزربيه الحق ما حبيتش نجبد الزربيه، عندي يعني وحده خفيفه وما تقلقنيش نغسلها في الماشينه. مي الصيف تبان لي كما نحطش الزربيه خير، يجيني التسياق ساهل ليه نسيق وليه يعني نرجع كل حاجه لبلاصتها ما
ما نتعبش مع الزربيه هذيك، نحي ونحط. وبعد ما كملت جيت ندير يعني درت الرز. انا الرز البنات كيما لقاش واش ندير، يجيني ساهل، حاجه خفيفه وليه يوجد. حطيت طريفه اللحم يتقلاو، وزدت له شويه خضره، حبه زروديه وحبه كورجيت وشويه زيتون كان عندي في الفريجيدير، قطعته كما شفتوا شرائح وحطيته معاه. والله البنات الله يبارك، يجي يعني ما شاء الله يجي بنين. وكما قلت لكم ما يدي لكمش الوقت بزاف. لهنا كنت قليت مليح اللحم تاعي، زدت له حبه بصل، شويه ثوم، زوج سينات برك ثوم، وقليت مليح البصل تاعي حتى ندبل لي. ومن بعد زدت هذيك الخضره من فوق. هنا تاني حطيت حبيبه طماطم، حبه تاع طماطم، وزدت طماطم مصبره، وكيف كيف زدت قليتها مليح باه مرقت. ولهنا جات بنتي دارت لنا الرز، طيبته، دارت 2.5 كيسان. غسلته بطبيعه الحال مليح، غسلوها البنات حتى يتنحالو هذاك اللون الابيض تاعو، هذاك النشا اللي فيه. ولهنا غسلته قداه المره حتى تنحالو هذاك النشا، باه حطيته يطيب. تحطي كاس روز ب2 كيسان ماء. هنا صافي حطيت 2 كيسان روز، 2.5، حطيت 5 كيسان ماء نورمالمون هكا، وصفاته مليح وحطيته يطيب. درت له شويه لي زيبيس، درت شويه ملح وشويه فل الكحل هكا با ما يطيبش صامت كما نقولوا. وكي العوده البنات انا تاني ما راحش عليا الحال، نكون بعقلي ندير شويه سمن، ندير شويه قرفه، شويه رند، نقليهم مليح ونزيد هذاك الروز من فوق، ونديروا لي زيبيس اللي قلت لكم، يعني لي زيبيس ديروا اللي حبيتو. انا الزربيه كما شفتوني حطيتها تقطر باه هذاك الماء كامل يهبط في المسكوكه ولا المجيريه، حنا نقول لها المسكوكه، لهنا يقولوا لها المجيريه. حطيت الروز تاعها ودرته بالماء سخون باه يطيب ليه، يعني المرقه تاعي كانت قريب الطيب. وحطيت لهنا شويه ملح، شويه فلفل الكحل، وشويه قزبر، وما نحط كما قلت لكم وريقات رند، وعود قرفه يكون صغير هكا باه كيطيب ما يطيبلكش صامت. ولا تحبي تاني تضيفي المرقه تاع هذيك اللحم اللي كنتي طيبتيها في بلاصه الماء تاني يجيك بنين ما شاء الله. انا ما نقصش من المرقه، خليتها كما راهي وهي درتو هكا بالماء. وهنا جيت ندير تاني شويه فلفل حلو وشويه حار، شويتهم في المقلاة الهوائيه، زدتهم هكا مع الرز تاعي. وهذا هو غدانا. المهم ان شاء الله ربي يعينكم البنات ويعيننا على الغداء والعشاء. هذه هي كل يوم صباح احنا نفطروا وحنا نخموش نديروا هذاك الغداء، وكي نتغداو نزيدوا نخموش نديروا العشاء. هذا هو تخمامنا. ربي ان شاء الله يكون في عوننا، وربي ان شاء الله يرزق كل محروم، امين يا رب العالمين. وقبل لا كنسى حبيباتي، نشكر المتتبعات تاعي الوفيات على التعليقات تاعكم الرائعه والمشجعه. نقول لكم حبيباتي بارك الله فيكم، وربي ان شاء الله يعطيكم ما تمناو. لهنا الفلفل بنتي كانت شواتو، الحق درت لها لاصوص وهي كملت تاع الرز، يعني باه نكون صادقه معكم. والله يبارك البنات المقلاة الهوائيه يعني ما شاء الله تساعدني هكا سورتو في الصيف. الله يبارك. كاينه اخت قالت لي شاركيها معنا، هي يعني سهله، يعني كل شيء مرسوم فيها. كاين تحبي ديري حوت، تحبي هكا خضر، المهم كاتب لك مرسوم كل شيء فيها، وانتي تتكي برك وهي تمشي وحدها. برك الفلفل كيتشويه شوي من تحت، وعاودي قلبيه زيدي له من فوق، يسمى من تحت ومن فوق باه يتشوى لك مليح. وبعد ما تغدينا قسمت لهم شويه دلاع بارد، الله الله هذاك هو اللي ينحي العطش. ديسرنا به والحمد لله على النعمه. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال، وارزق كل محروم، امين يا رب العالمين.
وكنت حطيت الحوايج هما الاولين يدوروا في الماشينه، وكل ما تحبس نروح نحيها نجبدها من نشرهم ونزيد نحط حوايج خلاف. هذا هو خدمتنا البنات. كل ما يجي الماء لازمني نغسل الحوايج من عند ربي. الحوايج والماعن ما يخلصوش، مستحيل يخلصوا. حتى دي فوا كي نكمل نغسل القش كامل يعاودوا يدخلوا يدوشوا ويخليوا لي في السله. يا ربي تكون حاجه واحده هكا كما الماعن على بالك كامل كما انا اللي كما انا تكتب لي في التعليقات، ولا انا وحدي ما على باليش. المهم انا هذا باش صاري لي البنات. لهنا نشرت حويجاتي والله يبارك، يعني الجو سخون ليه ينشفوا. وبعد ما كملنا رحنا للبحر الله الله، وبداو فتحوا يعني فتحوا موسم الاصطياف، يعني فتحوه البارح. انا كما رحنا مازال ما حطوش هذوك لي باراسول والاخر، كنا لقينا غير رمل هكا وكانوا يعوموا يعني ماشي بزاف. وقعدنا حتى لليل، قعدنا حتى الغروب يعني ما شاء الله قعيده الله يبارك. كانت معايا اختي ربي يحفظها ان شاء الله، جات هكا حبت تهبط للبحر، مي ما عامتش قلت لها معليش مازال الحال ان شاء الله، وللصيف زيدي رواحي وعومي باذن الله. وكانت معايا تاني بنت اختي، جات اختي بنت اختي عندي، حبوا ولا غير حبوا يعوموا، هبطوا زعما معولين يعوموا مي لقاو البحر هايج. معليش قلت لهم مازالوا ان شاء الله الايام وتعوموا ان شاء الله. بيضه تاع الجي جبت ليا لاتاي والبنتي، واختي جبت لها القهوه، هي تحب القهوه تموت عليها. وقعدنا هكا على شط البحر، يعني منظر ما شاء الله البنات ولا غير يشرح القلب وينحي لك هذاك العيا تاع الدار. وشاركت معكم حباباتي. هاي اللي كان هذه الطله تاع البحر وحنا قاعدين الفوق. هذه البنات بومرداس، اللي يعرفوا بومرداس يكونوا شايفينها، والاغلبيه يجيو يحبوا يقعدوا على الطوابل هادو وما تسحلكش دائما بالعسه كي تفرغ يروحوا يجريو ليها. وصح يعني منظر ما شاء الله. قعدنا حتى الغروب، شاركت معكم الغروب وكانت حويسه ما شاء الله. نحينا هذاك العيا تاع الدار ونحينا على بال. وكان هذا هو حبيباتي الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ولا كان عجبكم ما تنسوليش الجيم. نقول لكم حبيباتي نتلاقاو الفيديوهات القادمه باذن الله.